عارف ايه الفرق بين الساعه 2 الظهر والساعه 2 بالليل؟ طيب هو ده المفروض كنت اقول بعد الحته دي ان انت الساعه 2 الظهر بتبقى شغال والناس بتراقبك فانت بتبقى شغال كويس، لكن الساعه 2 بالليل بتبقى لوحدك بتفشل في تنفيذ الوعود اللي انت وعدتها لنفسك والكلام ده، بس انا نسيت اقولها في الفيديو للاسف. من وجهه نظري احنا مش محتاجين تايم مانجمنت، احنا محتاجين بني ادم، محتاجين حد يخاف من نظره خيبه الامل في عينيه، لان تقريبا الخوف من ضياع الوقت ما عادش بياكل عيش. انا جربت كل الابلكيشنز، كل التطبيقات، عملت تو دو ليست تكفي بلد، وفي الاخر ما بعملش حاجه، بفتح اليوتيوب بشوف فيديوهات كيف تنجح وانا اصلا مش قادر اقوم اسرح شعري واغسل وشي. عارف ليه؟ لان انت القاضي والمحامي، انت اللي بتغلط وانت اللي بتقرر اسامح نفسي ولا ما اسامحهاش، مفيش سلطه خارجيه تخليك تلتزم. طب فهمني بس اعمل ايه؟ اجيب مدير في البيت؟ اكيد مش هجيب مدير في البيت يعني، لا انت محتاج شريك مسؤوليه، accountability partner. شوف الانجليزي، حد لما تقول له خلص التاسك دي النهارده تحس بكسفه كده وخجل ان لو ما خلصتوش. ده بيحصل ل 90% مننا. في حاجه اسمها accountability gap، دي الفجوه بين اللي انت عارف اللي لازم تعمله وبين انك فعلا تعمله. يعني مثلا انا عارف ان انا ورايا مذاكره دلوقتي بس انا مش بذاكر، والجسر الوحيد اللي بيعدي الناس الفجوه دي مش اراده ولا روتين صباحي ولا تطبيقات انتاجيه، حد تاني. محتاجين حد تاني بس يعدينا. في حاجه في علم النفس اسمها the Hawthorne effect، ان سلوك الانسان بيتغير للاحسن دايما طالما بيحس انه مراقب. بس الفكره مش في مجرد المراقبه، الفكره في التقدير. لما بتختار حد بتحبه او بتحترم رايه، انت بس مش بتتحمل مسؤوليه قدامه، انت كمان بتلاقي شخص يبقى صندوق اسرارك، حد تقول له انا النهارده وقعت، انا خايف، انا مش عارف ابدا منين. الشخص ده هو اللي بيحول الخوف من الفشل لرغبه في الانجاز. في دراسه اتعملت في جامعه دومينيكان في امريكا، اتعملت على الناس اللي بتكتب اهدافها بس، والناس اللي بتشارك اهدافها مع حد تاني، والناس اللي بتحدد موعد متابعه اسبوعي مع حد تاني. والنتيجه ان المتابعه الاسبوعيه مع شخص رفعت نسبه الانجاز لاكثر من 70%. ومتخيل الرقم؟ انت عارف ليه؟ لان مخك بطبيعته بيشتغل على التهديد الاجتماعي. يعني لما حد ممكن يشوف انك ما كملتش اللي وراك، دماغك كده بيقول لك لا انا مش هتفضح النهارده. بس للدقه العلميه مفيش دليل ان المخ عند كل الناس بيشتغل بالطريقه نفسها، وان التهديد الاجتماعي دايما بيرفع الانجاز. احيانا بيزيد الاداء واحيانا بيضعفه لو الشخص حس ان المتطلبات اكتر من قدرته بكتير، او الشخص نفسه اتولد كده هو الطريقه دي ما بتنفعش معاه. دايما حاول تسمع نفسك الاول علشان تعرف ايه اللي يناسبك، تعرف انت فين. بس انا مش بتكلم على حد بيحاسبك، ده مش مدير، مش جلادك مثلا، مش حد بيخوفك. انا بتكلم عن حد لما ترن عليه في نص الليل وتقول له انا تعبت يقول لك انا سامعك اتفضل. يعني ده مثال بس، بلاش تعمل كده بجد وترن لحد الساعه 2 بالليل. وبعدها يقول لك بكره هتعمل ايه. الشخص ده بيعمل حاجتين في نفس الوقت، بيديك امان تعبر فيه وبيديك مسؤوليه تتحرك بيها. بص انا مقتنع، بس هلاقي الشخص ده ازاي؟ الفكره مش ان ادور على شخص غريب يا حماد، صدقني الاجابه موجوده في حياتك دلوقتي. اولا دور على حد عنده نفس الطموح، انت مش محتاج حد يكون في نفس مجالك قوي، انت بس محتاج حد يكون بيحاول زيك. ثانيا ابدا بحوار واضح بكل وضوح كده، روح قول له احنا هنتكلم كل اسبوع 15 دقيقه مثلا، اقول لك عملت فيها ايه طول الاسبوع. الوضوح مهم جدا لالتزامك. ومن رايي اهم حاجه يكون مستقر عاطفيا، يعني حد لما تروح تكلمه وتفضفض له يسمعك من غير ما يحكم عليك، يسمعك بس. رابعا ما تدورش على حد يكون بيرفكت accountability partner، تنين انجليزي. في ناس بتفضل ايام واسابيع وشهور بتدور على الشخص المثالي وفي الاخر بيقرر انه ملوش حد يقدر يكون شريكه. بس في الواقع هو الشخص ده مش شرط يكون كامل، مش شرط يكون بيرفكت، المهم انه يكون موجود. هتفتح الرسائل دلوقتي والشخص اللي جه في بالك هتكتب له ممكن تتابعني لمده اسبوع في اي حاجه معينه عايز تخلصها. وصدقني اللحظه اللي هتكتب فيها معلش انا ما قدرتش اعمل الحاجه، معلش انا ما ذاكرتش، معلش انا ما اشتغلتش، تضغط ارسال، اللحظه دي هتغير حياتك. انا محمد، المهم بجد انك تركز على المهم. بجد